حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. اول حاجه ما ننساش نصلي على النبي كده كتير. تاني حاجه تترحموا على جدتي، ربنا يا رب يرحمها ويرحم امواتنا المسلمين اجمعين. وحطوا لايك للفيديو بقى عشان ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم. هنعمل حاجه جميله جدا جدا، مش تاخد معاكي اي وقت وطعمها بجد لذيذ حلوه قوي. بص، اول حاجه كده انا كان معايا كميه يعني كذا حاجه، بس انا هاخد الحاجه الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده. المهم ده طبق هحط فيه دقيق وملح، وهحط فيه شويه من الجنزبيل وشويه من القرفه وليمون حلو كده. انا اي طيور يا جماعه، يعني فراخ وحاجات زي كده، انا مش بغسل خالص خالص ولا بخل ولا بالكلام ده كله. انا بغسل بدقيق وملح وبحط جنزبيل وشويه قرفه وليمون بس كده. عايزه اقولك بتخليلك حرفيا الفراخ بتاعتك ما فيهاش ولا زفاره ولا ريحه ولا اي حاجه. ماشي كده. في ناس بقى بتغسل بطحينه، في ناس بتغسل بالخل ده بيحطوه الازايز، والله العظيم بشوف ده. لكن الخل ده اكتر حاجه يا جماعه بتعمل زفاره للفراخ بتاعتك، دي اكتر حاجه الخل بتعملها زفاره حلو كده. فحاولي على قد ما تقدري شيلي الخل ده خالص من اي حاجه تنظيفات والكلام ده كله. معايا بقى شويه ليمون كده حلوين، عشان زي ما قلت لكم انا جايبه كذا حاجه. كنت جايبه بانيه، الفيديو ده اصلا كان متصور قبل العيد يا جماعه. الحاجات دي كنت حطاها في الفريزر بقى وكده، بس ما كانش حصل نصيب ونزل يعني، فقلت احنا النهارده هنعمل وصفه منهم. فهوريكم انا كنت نضفتها ازاي والكلام ده كله حلو كده. بس اول حاجه زي ما قلت لكم يعني صلوا كده على النبي وتعالوا بقى ايه. انا كنت جايبه هنا فراخ بلدي. طبعا عملتها معاكم في كذا فيديو اصلا. دي كانت فراخ بلدي كده. بدات ان انا اول ما بجيب الحاجه بنقعها كده في ميه وشويه دقيق من الطبق اللي احنا عاملين فيه الحاجه يعني، بس الطبق ده كان صغير فرحت ايه جبت لهم طبق كبير. دي كانت فراخ بلدي. نقعتها كده عشان برضو عشان الجو طبعا كان حر جدا جدا قبل العيد. فكنت اول لما باجي كده اشتري الحاجه دي بالذات، لا اما احطها في التلاجة لا اما تحطي عليها ميه. لكن انا بصراحه ما بحبش ابدا ابدا ان انا اشيل حاجه في الفريزر او في التلاجة يا جماعه تكون مزفره. انا بصراحه مش عارفه الناس اللي بتعمل كده دي بتعملها ازاي، لكن احنا استحاله استحاله اشيل حاجه مزفره في التلاجة. حتى الممبار اللي بعمله معاكم والكلام ده كله كل ده احنا كنت منضفاه قبل العيد وحطاه في الفريزر وكله زي الفل. وهنا ده بقى معايا الوراك المخليه. الوراك المخليه هي دي وصفتنا النهارده هنعملها بطريقه بقى ايه ما اقولكوش حلوه قوي قوي. ماشي كده. فبرضو جبتها كده وكنت بنقع في ميه اول حاجه، وزي ما انتم شايفين كده بتسيبي بس اللي هي الحته اللي من تحت، عشان دي اللي بتمسك الورك معاكي كله حلو كده، عشان الورك ما يتفكش منك والكلام ده كله. وكمان كنت جايبه بانيه، فراخ بانيه حلو كده. والحمد لله على كده يعني خلاص خلصنا. دي الحاجات اللي هي باقي الوراك وكده برضو اللي هو ايه غسلتها برضو ومش عارفه وديتها فين والله. المهم حطيت برضو كده على الوراك شويه من الدقيق كده، وبرضو ان انا بفضل اقلب كده فيها، وبعدين ايه ارمي الميه دي كلها خالص. وبعدين نبدا ان احنا ننضف من اول وجديد بقى. كل ده هنشوف هننضفه ازاي، بس اهم حاجه وانت بتنضفي الوراك بالذات تخلي بالك من السكينه، لان انا اتعورت شويه تعوير في ايدي، لان كان بيبقى فيه كده يعني في الورك زي من جوه كده. اللهم صل على سيدنا محمد، مش عارفه اسمها ايه كده. فالمهم لما بتيجي تشيليها بتكون صعبه شويه. فدي بقى جيت اشيلها كذا مره، في المرتين قعدت اتعور بصراحه. فانت تخلي بالك جدا وانت بتنضفي ايه الوراك والفراخ والكلام ده كله يعني. حلو كده. هبدا برضو ان انا اشطف زي ما انتم شايفين، وبعد كده ايه تعالوا نشوف هنضفها ازاي. زي ما انتم شايفين بقى كده كنت رميت الميه خالص اللي احنا قعدنا نشطفها، ودي ميه بقى نضيفه. حطيت فيها برضو الدقيق بالملح بقى والقرفه والكلام ده كله، وحطيت كمان ليمون. وبعدين بقى جيت هنا للوراك بتاعتي، بدات ان انا اشيل منها اي حاجه. وتحت الجلد اهم حاجه تنضفي تحت الجلد كويس، لان بيكون فيه اللي هي زي زلال كده بتشيليه كل ده. وبتشيلي لو في بقى اي حاجه زياده كده من على الجنب بيكون فيها ريش وحاجات زي كده بتشيليها. هي دي يا جماعة القرقوشة، اسمها قرقوشة على فكرة. هي دي اللي بتشيليها حلوة كده. بتشيليها عشان بيكون فيها كده بواقي من الدم وبقية العظم بتاع الورك، فبتشيليها برضو عشان أي زفر والكلام ده كله. وطبعا بتنضفي الجلد برضو من بره كويس جدا، أي ريش أي حاجة بتقومي شايلاه كل ده. أنا عايزة أقول لكم في تنظيف الطيور والحاجات دي بالذات يا جماعة بيبقى عندي إيه اللي هو انا عايزه اقف في المطبخ محدش يقف معايا وبراحتي بقى، فاهمني ان انا اركز في حاجه زي دي، لان انا بكره حاجه اسمها ريحه
ريحه زفاره، طبعا اي حد كده. فعشان كده انا قلت ايه احط لكم الفيديو ده ايه مع الوصفه النهارده. فزي ما انتم شايفين بتشيليها كده، فهي دي اللي باقول لكم بقى تخلّوا بالكم منها، لإن هي إيه عورتني ماشي كده، ماشي. تنضّفي كده الورك من جوّه وأي حاجة كده تشيليها بإيدِك على طول، على طول، عشان بقى الزفر والكلام ده كلّه زي ما قُلت لكم، عشان الأكل يكون نضيف وريحته نضيفة والكلام ده كلّه، ماشي. فبالله عليكم بقى إيه لو وصلتوا معايا لغاية التنضيف بتاع الوراك ده تحطّوا لايك للفيديو. عايزة أقول لكم تابعوا الفيديو للآخر، هو مش طويل أوي ولا قصير أوي يعني، هو متوسط بس بصراحة حلو. هنا بقى بُصّوا كنت اتعورت ماشي كده. فالحمد لله يعني. بس تخلّوا بالكم هنا بقى الوراك طبعًا دي كان بعد العيد كمان طلّعناها، فبتجيبيها كده وتدقيها حلو كده، ونعمل بقى التتبيلة بتاعتها. بصلة مبشورة هتحطّي عليها فلفل وكمون و7 بهارات، وهتحطّي بابريكا، عايزة تحطّي جنزبيل حطّي، ريحة الجنزبيل بتكون في الفراخ برضه حلوة جدًا، جدًا، ماشي كده. بتحطّي البهارات اللي أنتِ بتحبيها عشان نتبّل الفراخ بيها. هتحطّي كمان شوية كزبرة، الكزبرة بتدّي برضه taste وريحة للأكل بتاعِك حلو جدًا. تحطّي شوية كركم كده، اللزوم بقى إن إيه يخلّي لون الفراخ كده إيه دهبي شوية وحلو يعني. هنشوف دلوقتي كل حاجة مع بعض، هنعمل حشوة للفراخ تحفة أوي، أوي، أوي. بس كمّلوا الفيديو للآخر هيعجبكم جدًا، ماشي كده. زي ما قُلت لكم هتحطّي فلفل وكمون وكزبرة، وهتحطّي 7 بهارات، هتحطّي بابريكا وشوية جنزبيل، وتضبّطي بقى الملح بتاعِك حلو كده، وتقلّبي البصلة بالتوابل دي. ماما كمان حطّت فصّين من الحبهان هيدّيكِ ريحة جميلة جدًا، جدًا. هتحطّي ربع معلقة كده والّا أقل من ربع معلقة من توابل الفراخ، ماشي، وشوية من الكباب الصيني. التوابل اللي أنتِ بتحبّي طعمها في الأكل بتاعِك حطّيه، حلو كده. يعني أنا مش عايزة أجبرِك على حاجة، لكن التوابل اللي أنتِ بتحبّي طعمها حطّيه. ماما حطّت كمان رشّة من القرفة، لإن mix التوابل ده يا جماعة لمّا بتعملوه بيدّي طعم لذيذ جدًا، بيدّي طعم الأكل بتاعِك لذيذ. شوية سُكّر صغيّرين جدًا، ولو عندِك عسل هتحطّي عسل. شوية كمان من دبس الرُمّان، دبس الرُمّان هيدّي لِك مزازة حلوة جدًا، جدًا للفراخ بتاعتِك. معلقتين خَل، ماشي كده. وهتضبّطي الملح بتاعِك زي ما أنتم شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. وتقلبي بقى ايه التوابل مع البصله. طبعا المعلقه دي مش هينفع، لازم تقلبي البصله بايدك عشان تنزلي السوائل، ميه البصل مع البصل مع التوابل حلو كده. تدعكيها كده بايدك عشان تديكي بقى تست حلو للفراخ. الفراخ بتاعتنا بقى اهي زي ما انتم شايفين متنضفه وزي الفل. وعايزه اقول لكم كمان انا لما طلعتها من الفريزر انا شطفتها بليمون حلو كده، وبعدين سبتها تتصفى، وبعدين ماما اشتغلت فيها على طول. فلازم الحاجه بتاعتك تكون نظيفه كده زي ما انتم شايفين. ويا رب ان شاء الله تكون تعجبكم وتحطوا لايك للفيديو يعني حلو كده. طب الفراخ بعد ما اتبلت لازم تقعديها ساعه او نص ساعه على الاقل في التلاجة حلو كده. تغطيها كده بكيس تلاجة، او لو في علبه تغطي العلبه وتحطيها في التلاجة لغايه لما نعمل الحشوه بتاعه الفراخ بتاعتنا. معايا بصلايه كبيره عليها كام فص من الثوم. هتجيبي حله هتحطي فيها معلقه سمنه وشويه زيت، او نص معلقه سمنه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. وممكن كمان تعمليها بزبدة. هتحطي مكعب مرقة كده زي ما انتم شايفين، تسيحي مكعب المرقة مع السمنة والزيت حلو، وتحطي البصل والثوم مع بعض، لان احنا مش عايزين البصل ياخد لون او اللي هو يتحمر قوي يعني، لا. زي ما انتم شايفين هنحط البصل مع الثوم مع مكعب المرقة هيتحمروا مع بعض. وعايزه اقول لكم الريحه كانت جميله جدا. انك تعملي مكعب المرقة مع البصل والثوم تحفة أوي. شوية ملح عشان يخلوا البصلة تدبل بسرعة يعني. وزي ما انتم شايفين هنسيبها ايه كده تتحمر دقيقتين 3، وبعدين هنجيب بقى ايه عندنا في الفريزر جزر حلو كده. جزر كنا مفرزينه. ممكن تحطي جزر وبسلة لو انت بتحبي البسلة يعني. هم عندنا في البيت بيحبوا البسلة وكل حاجة، لكن انا مش بحبها، فماما ما رضيتش تحطها صراحة. ساعتها بقى قعدت اقول لها يا ماما حطي، هي تقول لي لا خلاص عشان خاطرك ومش عارف ايه، عارفين انتوا الامهات بقى وكده المهم هتحطي كده كيس من اللي هي البهارات ده بتاع الرز. هتحطي كيس، واحنا كمان هنزود شويه بهارات تاني عشان ايه التيست يكون عالي معانا شويه. شويه البهارات اللي هنزودهم هيكونوا ايه بابريكا، فلفل اسود، 7 بهارات حلو كده. الكلام ده كله بيديكي تيست جدا حلوه جدا جدا للفراخ والحشوه بتاعتك. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، انا عماله كل شويه ايه افكركم.
ماما كمان حطت شويه كزبره وشويه قرفه. وعايزه اقول لكم ريحه البهارات مع البصل والثوم والجزر، والله العظيم تحفه تحفه يا جماعه. معايا كيلو من الرز، هتبداي ان انت تقلبي بقى الرز مع الخلطه دي كده كلها مع الجزر ومش عارف ايه، طعمه كان تحفه تحفه. احنا هنساوي الرز سوا يعني كامل عادي جدا، هنشوف مع بعض. هتسقي بقى الرز بتاعك وتقلبيه، واول ما طبعا ما يغلي هتوطي عليه النار بقى على نار هاديه وتسيبيه ايه يستوي براحته. طبعا ممكن تسويه، هنسويه يا جماعه 80% حلو، وبال20 هيكملوها مع الوراك. زي ما انتم شايفين بقى، تحطي كده على صينيه وتسيبي الرز يبرد، وبعدين تبداي تحشي ايه الفراخ بتاعتك. اللهم صل على سيدنا محمد. كده زي ما انتم شايفين الرز طبعا، بصوا لونه بقى، عايزه اقول لكم لونه وطعمه تحفه تحفه، وريحه البهارات فيه جميله جدا جدا. هتجيبي بقى الوراك بتاعتك، تبداي ان انت تحشيها كده من جوه اهو. بس ما تكبسهاش قوي، تخلي بالك طبعا عشان الورك ما يفكش معاكي او يفرقع لا قدر الله. احنا دلوقتي هنشوف الصينيه مع بعض، زي ما هتخش زي ما هتخرج هتكون جميله جدا. طبعا ممكن انت تقفليها باللي هي الخله، او ممكن تقفلي بورق زبده او ورق فويل زي ما بتحبي. لكن احنا بصراحه مش هنقفل باي حاجه، ولا بقى ولا ورق زبده ولا ورق فويل ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين بقى، بسم الله ما شاء الله، الورك يا جماعه مشبع اقسم بالله. الورك ده طبعا الحمام الكداب انتوا طبعا عرفتوا يعني خلاص بقى. الحمام الكداب بجد هو الورك منه مشبع مع شويه رز. طبعا هيتبقى شويه هيتبقى شويه رز، لان انا هنا عامله 8 وراك، فال8 وراك مش هياخدوا كيلو من الرز، ال8 وراك هياخدوا معاكي نص كيلو رز. حلو كده 8 وراك. والوراك بسم الله ما شاء الله كبيره، عشان تبقوا عارفين يعني انا جايبه التمانية دول حوالي كانوا كام كيلو، 5 كيلو او 5.5 كمان. ماشي، فبسم الله ما شاء الله كانت كبيره. فالورك اساسا مشبع بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا. بص الورك ماما مقفلاه كويس جدا عشان ما يتفكش معاكي او اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. بعدين نخلص بقيه الكميه. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه قوي قوي. شايفين طبعا منظر حمام كداب ده ولا مش حمام كداب؟ هو مش كداب، اللي يشوفه كده يقول حمام عادي. هتجيبي بقى ايه شوية زيت مع مكعب زبدة مع شوية كاتشب، مع كمان معلقة من دبس رمان. ماما كمان هتحط ده كان اخر شوية من الباربيكيو، هتفضيهم كده بقى كلهم. حلو كده. وهنقلب الزبدة مع الزيت مع الكاتشب مع معلقة الدبس الرمان والباربيكيو. حلو كده، قلبيهم كده كويس مع بعض. لا اله الا الله. وبعد ما تقلبيهم كويس مع بعض، هتبدأي ان انت تدهني الفراخ بتاعتك بيها. هتديكي بقى لون ما اقولكوش، ولا الطعم، طعم الجلد نفسه من بره بتاع الفراخ. انت هتاكليه يعني، هو بيتاكل كل حاجه في اي وقت يعني، اي وقت هو بيتاكل، لكن انت هو طعمه لذيذ، طعمه حلو جدا. الزبده مع الباربيكيو بالذات مدياله طعم حلو جدا، والدبس رمان مديله مزازه كده يا جماعه، يعني طعمها بجد تحفة تحفة يعني. فحلو جدا. هتبدأي تدهني بقى الفراخ بتاعتك كده كلها كلها كده من جوه ومن بره بقى، وادهني دهني براحتك خالص. ماشي كده اهو. الفرن طبعا اهم حاجه يكون الفرن سخن. ويا جماعه ما بتحطيش فيها ولا نقطه ميه، ما تحطيش ميه خالص خالص في الفراخ، هي هتنزل ميتها. انا بقى هنا كان عندي شوربه، عملت شويه ملوخيه كده زي ما انتم شايفين بقى، ما اقولكوش على طعمها ولذاذتها، كانت لذيذه مره لذيذه. وكمان بعمل هنا الطشه بقى بتاعت الملوخيه، معلقتين زبده، عملتها بقى بالزبده مش بالسمنه عشان التست يكون اعلى يعني. وبعدين حطيت معلقه توم فريش كده زي ما انتم شايفين، والكزبره بقى ايه برطمان الكزبره يكون جنبك. حلو حلو. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عملت حاجه تاني دلوقتي كمان عشان ناكل بيها الملوخيه، هنشوفها مع بعض دلوقتي. هبدا ان انا كده بقى اول ما التومه حاسه ان خلاص داخله في اللي هي تاخد لون، هبدا ان انا احط بقى ايه الكزبره. زي ما انتم شايفين بقى، قمر قمر قمر، الريحه كانت خرافه خرافه. بص بقى تدي بقى ايه الشهقة بتاعتك دي، وتقومي حاطة على الملوخية على طول، وتفرجي بقى على ريحة الملوخية وقمرها وجمالها.
تحفة، كانوا شوية ملوخية تحفة. هنا بقى كمان عملت صينية رقاق يا جماعة، فطيرة مشلتتة، فطير أنا عملت صينية فطير كده، فطيرة مشلتتة كبيرة كده، كانت تحفة أوي، بسم الله ما شاء الله يعني. عملته معاكم طبعًا الرقاق كذا مرة، باقول لكم بصوا فطيرة مشلتتة حاجة قمر خالص. هنا كمان الوراك هنرصها بقى إيه حوالين كده ال قصدي الوراك الحمام الكداب او الحمام، بس مش هنقول حمام كداب، ده مش شكل حمام كداب يا جماعة، ده اسمه حمام، احنا عاملين حمام وعاملين كمان رقاق زي ما انتوا شايفين. بص شكله، بص يعني يا سلام لو شمين ريحته، والله العظيم ريحته فوق الروعة، فوق الروعة، بجد تحفة قوي قوي قوي. دي صينية بصوا، حاجة بقى تفتح النفس، وحاجة كمان يعني بصوا النظافة. وهنا عملت فلفل مقلي كده بليمون والملوخية، وده كمان الرز اللي اتبقى، بصوا شكله عامل ازاي، تحفة جدا من الجزر، كان طعمه خطير خطير خطير. ماشي كده. بصوا ده الاكل بقى بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك، واستنوني بقى بفيديو جديد. وتعالوا بس نفتح كده ورك من جوه قبل ما نقفل الفيديو، ونشوف جمال، ونشوف الفراخ مستويه. بصوا الفراخ ملبن يا جماعه، كانت مستويه وجميله جدا جدا. الرز من جوه كان تحفه زي ما انتم شايفين، كان بقى حاجه في منتهى الروعه بجد يعني. الفراخ كان طعمها جميل جدا، والتتبيله اللي احنا عملناها بالبصل كان طعمها تحفه قوي. بصوا قمر قمر. الوراك كان طعمها حلو قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لايك، واستنوني بقى في فيديو جديد، وباي باي.